الله، طعمه جنان. ايه الحلاوه دي؟ انت كده اتعينت خلاص، انت هتبقى انها احسن شيف. انا بعمل جميع انواع الاكل. جميل جدا جدا جدا. انا عمري ما دقت حلاوه بالطريقه دي. قول لي بقى، انت اتعلمت الاكل فين؟ في السجن. انت اكيد بتهزر صح؟ لا ما بهزرش، بس وعلمت ناس كتيرة جدا وفتحوا محلات. انت بتتكلم بجد؟ انت كنت في السجن بجد؟ من 5 سنين. انت عارف انت فين؟ فين يا فندم؟ المكان اللي بيجي فيه ده رجال الاعمال والناس الكبيره، في الاخر يدخل واحد رد سجون. بتحكم عليا يا فندم من سابقة؟ لا لا لا، خد ورقك واطلع بره. انا محتاج الشغل يا فندم، عندي عيال. وانا ما اقدرش اشغل واحد زيك رد سجون يجيب لي شبهه للمكان. هو حضرتك شفت مني حاجة؟ من غير ما اشوف. من 5 سنين حد شاف مني حاجة؟ ده حتى بيقولوا على الامثال ياما في الحبس مظاليم. لا الكلام ده ما يلزمنيش، انا هنا اللي يدخلوا لي ناس الطب فقط، مش رد سجون زيكم. يا فندم كل كفايه، اتفضل. شكرا. ايه الاخبار يا امير؟ الحمد لله تمام. ده الكشف اللي الناس جت من عندك. ده اللي امتحنوا النهارده؟ ايوه تمام. انت الامتحان المره اللي فاتت اول امبارح دول سلمتك تشوفوا مفيش حد لسه. ايوه تمام. ده النهارده خيبانين، كلهم خيبانين. ما حدش بياخد اكسلنت ابدا. كل الكشف مقدمه لي يا فير يا جود يا حاجه يعني. مفيش، مش عارف احنا يعني كليات المطبخ عندنا وكليات السياحه والفنادق بتعمل ايه؟ انا مش فاهم. مفيش حد عارف يطلع حاجه. ايه ده؟ انت مديله اكسلنت. ايوه تمام. مدياله اكسلنت. بس اتعين طبعا. ها؟ لا طبعا كرشت. كرشتيه؟ ايوه يا فندم. كرشتيه ليه وهو واخد اكسلنت؟ طلع رد سجون يا فندم. رد سجون؟ ايوه. عمل ايه؟ كان مسجون يا فندم. كان مسجون. طيب وعشان كده طردتيه مش كده؟ طبعا. ازاي نحط هو واحد هربان ده ولا في حاجه ولا خلص عقوبته وخلص؟ لا خلص عقوبته وجاي يقدم الوظيفه، بس انا طبعا لما لقيت حد ومديله من اكسلنت كده- ورفضتيه. صراحه هو اكله جميل جدا 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 وما شفتش زيه، بس رد يعني سجون. بتقولي ان اكله احلى اكل. ايوه يا فندم. ومديله اكسلنت ورمشتيه عشان رد سجون. ازاي رد سجون يبقى في وسطنا يا فندم؟ يبقى في وسطنا. ايه رايك ان المدير بتاعك رد سجون؟ معقول؟ تعرفي ان انا كنت مسجون؟ لا. كنت مسجون بس تبت واتعلمت من السجن وطلعت انسان كويس وفتحت المطعم ده وعينتكم فيه. يعني انت بتشتغلي عند مدير رد سجون. اسفه يا فندم. اتقابلت بتجربه كويسه في السجن. كنت بطبخ المساجين واتعلمت من واحد مسجون عندي بس كان شاطر قوي، هو اللي علمني الطبيخ وخلاني واسطه في الطبيخ. والنهارده فتحت مطعمي الخاص وبقيت بعين موظفين وانت منهم يا اميره. اسفه يا فندم. هنحلها ازاي؟ هنجيبه منين؟ معاكي عنوان ومعاكي؟ صراحه احنا شفناه في الكاميرا قاعد على السلم بيعيط. بيعيط على السلم. ايوه. وهنا عليك طلعي تعلقي. يلا على طول. مش عارف اعمل ايه، كل ما اروح شغلانه يقولوا لي عندك سابقه. ده ربنا بيرحم والناس ما بترحمش، وعندي عيال اوكلهم منين؟ ده ربنا فتح ابواب الرحمه، هي الناس دي عايزه مني ايه؟ يا رب انت ما تنساش حد. يا استاذ يا استاذ، ايوه. انا اسفه على المعامله اللي عملت حضرتك بيها. وايه اللي غير الاحوال؟ انا جايه اقول لك تعالى استلم الشغلانه الجديده بتاعتك. يا فرج الله، حضرتك بتتكلمي جد؟ ايوه بجد. طب وليه؟ طبعا حضرتك يعني انا لما جوت اكلك جميل جدا وانا مش هلاقي زيك، فالمدير رقاك انك تبقى موجود معايا. اتفضل. المدير؟ ايوه. وايه اللي غير مبدأ حضرتك؟ برافو عليكي يا اميره، برافو عليكي. مبروك. احنا مجدي؟ ازيك يا مجدي؟ طيب مش ممكن. طيب ازيك يا حبيب قلبي؟ فين ده؟ سنين كام سنه؟
كام سنه؟ هو حضرتك تعرفه يا فندم؟ اللي كلمتك عليه، اللي علمني الطبيخ في السجن، هو ده اللي علمني، هو ده اللي خلاني ابقى شاطر في الطبيخ ففتحت المطعم وعينتكم. حبيب قلبي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. انا مبسوط جدا ان احنا اتقابلنا بعد كل السنين دي، وفين تجيلي ياه ده شرف كبير ليا انك تبقى عندي، ده انت صاحب فضل عليا، ده انت اللي علمتني. الله يعزك. انا الخير اللي انا فيه ده كله من تعليمك. الله يا يعزك ربي يا ربي، مش ممكن مش ممكن، انا مش قادر اصدق مكانك وتشرف وفوق راسي. اتفضل تعالى يا بيه، خد الله يعز مكانك، خد حضرتك يا رب مكانك. العالمين.